مرحبا بكم. بما انه العيد الكبير قريب وكيف كل عيد التوانسة يمشوا للرحبة يصوموا في اسواق العلالش، ولكن يتفاجئوا التوانسة كيف يلقاو صوم العلوش اغلى من الموتور سبيريت. والسؤال اللي نطرحوه، علاش صوم العلوش غالي في تونس السنة؟ كل هذا باش تعرفوه في فيديو اليوم. لايك سبسكرايب فولو انستغرام، ربط جروب الواتساب في صندوق الوصف، وتفرجوا في الفيديو للاخر. هي 7 كيلو لحم صافي. العلوش مسعرته الدوله البارح 43 دينار مذبوح. كي تقول لي انت هذا ب 800,000 قداش قيمت انت الكيلو؟ معناها فوق 85,000 الكيلو. سامحني مواطن قداش شريته في تونس؟ سميك 469 دينار انت في تونس. يخلص في مليون، ما عندوش كريم، ما عندوش ماء، ما عندوش. باش تقول لي علفه غاليه؟ يكفي بيستاج هذا؟ ولكن هيك لك جو بيستاج تطلع اقل من الشعير. معناها يعطيك الصحه 6 شهور من كرش امه يرضع من امه. ارتفاع أسعار الأغنام في العيد ما هو صدفة، بل نتيجة سلسلة كاملة من العوامل الاقتصادية والبيئية. أول سبب واللي يعتبر من أهم الأسباب هو ارتفاع أسعار الأعلاف اليوم تشكل أكثر من 70% من كلفة تربية الأغنام، ومع الأسف تونس تورد نسبة كبيرة من الأعلاف من الخارج، ومع تدهور قيمة الدينار التونسي قدام العملات الأجنبية كما الدولار واليورو. الأسعار ولات نار، يعني الفلاح باش يربي يلزم يصرف برشا، وهذا ينعكس مباشرة على السعر النهائي للعلوش. ثاني حاجة نلقاو جفاف وتغيرات المناخ. السنوات الأخيرة تونس عانت من قلة الأمطار وتراجع كبير في المساحات الزراعية، بالأخص في الجهات الداخلية. شيء هذا خلى المربين ما عادش يعتمد على المراعي الطبيعية، ولاو يشريو في الأعلاف بكميات كبيرة واللي كما قلنا أسعارها مرتفعة. ثالث حاجة لازم ما ننساوش ارتفاع كلفة النقل والخدمات الفلاحية، من البترول اللي ولا غالي للمواد البيطرية وحتى أجور العمال، كلها عوامل زادت في الطين بلة في ارتفاع سوم العلوش. زيد عليهم نقص الدعم الحكومي لقطاع تربية المواشي وقلة برامج الإعانة ولا التمويل، بالأخص لصغار الفلاحين اللي ولات تربيتهم للمواشي مهددة بالاندثار أو بالانقراض. من جهة أخرى كي نقربوا للعيد الكبير يرتفع الطلب على العلوش بشكل كبير، وهذا يخلي بعض المربين ولا السمسارة يزيدوا في السم تاع العلوش بشكل مبالغ فيه، مستغلين الوضعية وغياب الرقابة الكافية. وزاد فما نقطة تنظيم السوق والسمسارة. في غياب الرقابة الصارمة السمسارة يدخلوا على الخط ويرفعوا في الأسعار بطريقة عشوائية. المربي ولا الفلاح يبيع بسوم معقول، لكن المستهلك يلقاه مضاعف لأنه السمسار هو اللي يتحكم في السوم. يعني فما نوع من المضاربة والسوق مش مراقب كما يلزم. السمسار يطلع في السوم برشا، وكما قلت لكم العلوش كيف يقرب العيد يزيد الطلب عليه، وهذا الطلب المرتفع يزيد يشجع بعض الأطراف على استغلال الفرصة والرفع في الأسعار برشا. وفي الخلاصة ارتفاع سوم العلوش ماهوش نتيجة سبب واحد، بل نتيجة تراكم مشاكل اقتصادية مناخية وتنظيمية، والحل يلزم تدخل حقيقي، دعم مباشر للفلاح وتنظيم السوق وتشجيع الإنتاج المحلي باش يرجع العلوش في متناول المواطن التونسي البسيط. ولهنا شباب نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. ما تنسيوش اللايك وسبسكرايب فولو في الانستغرام، رابط جروب الواتساب في صندوق الوصف. نعرف الفيديو يجي قصير يجي ستوري انستغرام، اما الله غالب. وان شاء الله موعدنا في فيديو قادم، وكان معكم يحيى من قناة جرونومي جريكتيل.